مين كان يتوقع؟ سون هيونج مين، نجم توتنهام، رمز كوريا الجنوبية، اللاعب اللي قلب الدوري الإنجليزي سنين، فجأة يقرر يسيب أوروبا كلها. مش رايح ريال مدريد ولا حتى الدوري السعودي بملايين المجنونة، لأ، الراجل رايح أمريكا. بس ورا القرار ده حكاية كبيرة وأسباب محدش هيعرفها غيرك بعد الفيديو ده، فركز معايا وكمل الفيديو للآخر. في مفاجأة قلبت مواقع الأخبار الرياضية، تقارير مؤكدة بتقول إن سون هيونج مين وافق على الانضمام لنادي لوس أنجلوس FC في الدوري الأمريكي، في صفقة مش متوقعة خالص، خاصة إن اللاعب لسه قدامه في عقده مع توتنهام سنة كاملة على الأقل. السؤال بقى، ليه؟ إيه اللي يخلي لاعب بحجم سون لسه بيقدم مستوى عالي ياخد قرار يسيب أوروبا؟ هل الموضوع فلوس؟ هل في مشاكل في توتنهام؟ ولا في حاجة تانية أكبر؟ خلينا نرجع شوية ونعرف السياق. سون بقاله أكتر من 9 سنين في توتنهام، شال الفريق على كتافه في مواسم كتير، وكان دايما من أكتر اللعيبة اللي بتلعب بروح واحتراف. لكن الموسم اللي فات الأمور ما كانتش ماشية تمام، الإدارة كانت متخبطة، المدرب بيتغير كل شوية، وسون نفسه عانى من إصابة بداية الموسم وده أثر على أرقامه. في نفس الوقت الدوري الأمريكي بقى هدف لكذا نجم كبير، ميسي راح لإنتر ميامي، وبعده لعيبة كتير بدأت تبص للدوري الأمريكي كفرصة لحياة أهدى ودخل مادي كويس وجمهور بيحب النجوم. سون عمره 32 سنة، يعني مش صغير بس كمان مش كبير. هو دلوقتي في لحظة محتاجة قرار مصيري، يا إما يفضل في أوروبا ويدور على تحدي جديد ممكن يكون محفوف بالمخاطر، أو ياخد خطوة مضمونة في الدوري بيكبر بسرعة ويعيش نجوميته في مكان مختلف تماما. التقارير بتقول إن لوس أنجلوس عرضت عليه راتب سنوي ضخم، غير الحوافز الإعلانية وتسهيلات لحياته الشخصية، خاصة إن لوس أنجلوس مدينة بتعشق الكرة الآسيوية وبتدور على نجم بحجمه. هل ده معناه إن مسيرة سون في أوروبا انتهت؟ ممكن، بس كمان ممكن نشوفه بعد كده راجع كمدرب أو حتى كسفير للكرة الآسيوية في أوروبا. لكن الأكيد إن انتقاله للدوري الأمريكي هيفتح باب جديد للعيبة من آسيا ياخدوا خطوة جريئة في مسيرتهم. أنت شايف إن سون كان قراره صح؟ ولا كان ممكن يكمل في أوروبا شوية كمان؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش لايك وسبسكرايب، واستنونا في حلقات جاية كتير من حلقات بابل شوت. سلام.